السلام عليكم. هنتكلم في محاضرة النهاردة عن حلول تطوير الموبايل موبايل ديفلوبمنت سوليوشنز. لو أنا سوفت وير اركتكت وعايز أطور موبايل ابلكيشن ومحتار ما بين التكنولوجيز، هلاقي عندي عدة خيارات. اول خيار وهو النيتف للاندرويد او الاي او اس. الاندرويد طبعا لو هاجي اطور للاندرويد هطور للاندرويد بجافا او كوتلين، ولو هاجي اطور للاي او اس هطور باوبجكتيف سي او سويفت وسويفت يو اي. طيب الفكرة في التطوير للنيتف اللي أنا لو أنا عندي شركة كبيرة والابليكيشن بتاعي هيستمر لسنوات كتيرة وما عنديش مشكلة في اللي أنا أدفع رواتب الناس النيتف اللي بتبقى غالية نسبيا، ولو عايز لو عندي تيم للأندرويد وتيم للآي او اس، فبالتالي ممكن أختار الخيار النيتف. طيب لو ما عنديش رفاهية خيارات النيتف، او برضو في حاجة مهمة جدا في النيتف اللي هي الاكسس تو ديفايس فيتشرز زي السنسورز وزي الحاجات اللي ما بقدرش اوصل لها بالكورس بلاتفورم اللي هنتكلم عنه كمان شويه. وبرضو لو هاكسس اليو اكس بتاعت البلاتفورم، يعني مثلا الويدجتس او غيرها، فبالتالي هحتاج ان انا اكون نيتف. طيب نيجي للخيار الثاني وهو خيار الكورس بلاتفورم. الكورس بلاتفورم لو هختاره امتى؟ هختاره لو انا عايز اكتب كود مره واحده يتنفذ لجميع المنصات الاي او اس والاندرويد واحيانا للويب كمان. طيب وامتى تاني؟ ولو التيم بتاعي صغير، تمام، هو تيم واحد للاي او اس وللاندرويد هيكتب كروس بلاتفورم. وممكن اختار الكروس بلاتفورم لو الابليكيشن بتاعي صغير او متوسط او حتى كبير، ولكن مش عايز احط على دماغي الهاسل بتاعت اللي انا اقسم فريقين وكل فريق يكتب باللغه بتاعته. تمام، في الخيار ده هنختار الكورس بلاتفورم. طيب الكورس بلاتفورم في اكتر من حاجه، في ايونيك، وايونيك هو خيار ممتاز جدا لو انت بتكتب ويب وتعرف انجولار. والحقيقه ان ايونيك بقى يستخدم في رياكت وبقى يستخدم في فيو، ولكن هو اكتر ما يعرف بانجولار. فايونيك خيار ممتاز جدا لو انت بتكتب ويب، فبالتالي هتكتب ويب مره واحده، هتكتب ابلكيشن بيشتغل على الويب وبيشتغل على الموبايل وبيشتغل على الاندرويد وعلى الاي او اس، فبالتالي بتكتب ابلكيشن مره واحده كود بيز واحد بيشتغل على 3 منصات وبيبقى بي دبليو اي كمان، يبقى اندرويد واي او اس وبي دبليو اي، وده الايونيك. طيب تختار رياكت نيتف امتى؟ تختار رياكت نيتف لو انت بتعرف رياكت. لو انت بتعرف رياكت نيتف ممتاز جدا والبرفورمانس بتاعه ممتاز. ولو بتعرف رياكت هيكون خيار ممتاز بالنسبه لك. ولو تقدر تشير الكود ما بين رياكت ورياكت نيتف هتلاقي ان الدنيا سهلت جدا عندك في الكود بيز. فتختار رياكت نيتف لو انت بتعرف رياكت والتيم بتاعك ويب بيشتغل رياكت. طيب تختار فلاتر امتى؟ تختار فلاتر لو عايز الكوست بتاع الديفلوبمنت يكون قليل. هو للاسف الفلاتر انتشر بشكل كبير، فبالتالي معظم الناس اللي بتدور لفلاتر الريت بتاعها قل، فبالتالي لو واحد مثلا في فلاتر هياخد $1000، فالواحد فيه لو هيكتب نفس الابلكيشن برياكت نيتف بياخد ضعف المبلغ، ولو بيكتب بنفس الابلكيشن بايونيك هياخد اكتر كمان من رياكت نيتف بسبب الندره شويه بتاعت مبرمجين ايونيك. ففلاتر هو اشهر بلاتفورم ممكن تكتب بيه موبايل، بس للاسف بسبب شهرته بسبب كثره المبرمجين اللي فيه بقى الريت بتاعه قليل، وبقى استخدامه شائع قوي من الهنود ومن غيرهم، فبالتالي الريت بقى بتاعه قليل قوي. الريت كده اعلى ريت لايونيك، وبعد كده رياكت نيتف، وبعد كده لفلاتر، واعلى برفورمانس لفلاتر، وبعد كده رياكت نيتف، وبعد كده ايونيك.
واحسن يو اي احسن يو اي طبعا بتتكتب حسب كل منصه على حده، ولكن كلها في اليو اي بدل انت بيكسل بيرفكت ديفلوبر بتبقى كويسه. بيكسل بيرفكت ديفلوبر يعني بتدقق لتفاصيل وبتدقق للانيميشنز بتتم ازاي وبتدقق للشكل التطبيق في الاخر، فده بيخليك تطلع ابلكيشن شبه النيتف بالظبط حتى لو بتكتب كروس بلاتفورم. فده كان الشرح بتاعنا لحلول الموبايل التطوير الحاليه. يبقى اتكلمنا عن النيتف الاندرويد جافا او كوتلين، والاي او اس اوبجكتيف سي او سويفت يو اي او سويفت. والكروس بلاتفورم اتكلمنا عن ايونيك بيستخدم HTML او CSS وجافا سكريبت وانجولار، ده في العادي. وفي غير العادي ساعات بيستخدم رياكت وفيو. ورياكت نيتيف بيستخدم رياكت نيتيف اللي هي مكتبه من مكتبات رياكت اللي هي بتخليك ان انت تكتب للموبايل، فبيستخدم الجافا سكريبت برضه. تمام. وفلاتر بيستخدم دارت عشان يكتب تطبيقات الموبايل. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ويلا بينا نشوف الفيديو اللي بعديه.